السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. ازيكم يا جماعه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا خلاص خلصت البيت الشتوي بتاعي وان شاء الله ابدا ارجع اشتغل تاني واعمل فيديوهات تاني. يا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. النهارده هنعمل شكل الدبدوب اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. ودي الادوات اللي هنستخدمها، مش الادوات سوري، دي الوان الصلصال اللي هنستخدمها موجوده على جنب. دي قطعة صلصال ألوان مختلفة كده، يعني كنت يعني بدل ما ارميهم برجمعهم مع بعض عشان اشتغل بيهم، يعني يعملوا، بستخدمهم عشان خاطر املى بيهم الحاجات بدل ما اضيع الوان وهدر صلصال الوان مهمة يعني. هنا انا بعمل الزرع اللي هو اللون الاخضر، جايبة مقص وبعمل بيه شكل الزرع زي ما انتوا شايفين كده. مش بنقفل على الاخر يعني، يدوب بس عشان نعمل الشكل ده وما نحفرش قوي يا جماعة، علشان خاطر اللون اللي احنا مستخدمينه تحت اللي هو مش اللون الاخضر ما يبانش. وهنفضل نكمل كده لحد ما نخلص الشكل كله. ده جسم الدبدوب. اللون ده عشان خاطر هو مش جاهز عندي، انا استخدمت لون بني غامق ولون ابيض وسنة صغيرة لون اصفر عشان يدي اللون ده. وزي ما تعودنا اوعوا تكونوا نسيتوا يعني موضوع الصلصال السائل اللي بنلزق بيه الاشكال في بعضها، والا هتفك على طول مع يعني مع ايا كان اللي بيستخدم المج. لو بتبيعوه لو بتعملوه لنفسكم كده كده الشكل لازم يتلزق بصلصال سائل، والا هيفك القطعه دي، هتفك من بعضها. طبعا فرش السيليكون عشان خاطر نلزق بيها الحاجات ونظبط شكلها، والكتر عشان نشيل الزيادات. وهنكمل بقى شكل الدبدوب. هنا انا حبيت اعمل شكل القلب بايدي، ما حبيتش ان انا استخدم قوالب ولا استخدم قطعات. بايدي حسيت ان شكله هيبقى الطف يعني في المج ده. هنعمل الايد بتاعة الدبدوب.
بالكاتر بس هنقطع حتة في الإيد من فوق علشان خاطر نعمل فيها الإبهام. وأنا استخدمت البول تول دي بالشكل ده علشان خاطر بس أعمل شكل التانيات اللي موجودة في القلب من فوق، اللي هي المفروض المكان اللي الدبدوب بيمسك بيه القلب من فوق، فبيعمل كسر كده بسيطة. بعتذر لكم جدا على صوت الكلاب اللي بره، انا مش عارفه بصراحه اتصرف في الموضوع ده، قافله كل الشبابيك وبرضه صوتهم وصل لحد هنا. هنعمل نفس الكلام بالظبط طبعا في الايد التانية، وما ننساش لازم نستخدم صلصال سائل. الراس بقى عبارة عن دايرة كبيرة، بس يعني هنخلي شكلها بيضاوي شوية وبس. هنبدأ نعمل فيها بقى التفاصيل البسيطة خالص، يعني شكل دبدوب ده بسيط ما فيهوش اختراعات كتير، يعني أي حد مبتدئ يقدر يعمل المج ده. لازم ندمج الودان في الراس كويس، حتى لو استخدمنا صلصال سائل علشان خاطر تبان ان هي جزء من الراس. بعد ما هنعمل كده هنبدأ نعمل بالبول تول الأكبر شوية ال الخروم بتاعة الودن. وطبعا ننعم بأدوات السيليكون الصغيرة خالص.
وبالبول تولز الصغيرة هنحفر مكان العينين والحواجب، وبعد كده هناخد صلصال اسود ونحطه مكان الخروم والحروف اللي احنا عملناها دي. انا نسيت اصور الحتة دي بس يعني مفهومة الفكرة. وهنعمل قلبين صغيرين نحطهم على جنب وبس كده. ده شكل المج. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. وبس كده. لو حد عنده اي اسئلة او اي كومنتات بليز ما تنسوش تسألوا تحت، وانا ان شاء الله هرجع ارد على كل الاسئلة زي زمان. انا عارفة انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بلحق والله خالص، بس ما حدش يزعل مني. انا خلاص ان شاء الله هبدأ يعني ارد على كل الكومنتات زي زمان. وبس كده. ميرسي. باي باي.